جميلة تحضير الانطلاقة من وسط الميدان عبر اسماعيل السيباري. وصلت الطرف الايسر، الهجمة يقودها زكريا الوحدي. زكريا بحث عن المهارة. تحضير فرصة اسماعيل السيباري، سدد السيباري، مرت جانبا في اول تسديدة مباشرة من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي، تمر محاديا عن مرمى الحارس فلاديمير نازاروف. رقم 2 لاعب الظهير الايسر للمنتخب الاوزبكي. هنا تمريره طويله اماميه. تحضير فرصه مغربيه خطيره. ضاعت يا اسماعيل السيباري. اسماعيل السيباري حصر كورته بطريقه جيده، حاول يقوم بعمليه التمويه ثم التسديد بعد ذلك، لكن الصفات الدفاعيه ربما تردد في عمليه التسديد في البدايه. ونلاحظ هو بحث عن المراوغه في دلتا ضيق الخراق من جانب اوديلبيك مختروف، ثم بعد ذلك بعد محاولة التسديد هنا جاء تدخل من جانب وصيف بطل اسيا. ريان دايمر كبير للكرة الأوزبكية للتواجد ضمن كبار قارة اسيا. هنا استخلاص من جانب حمزة إيكمان، تسديدة من جانب حمزة إيكمان، اختار التسديد من خارج منطقة الجزاء، مرة جانبا عن مرمى الحارس فلاديمير نازاروف. فرصة أخرى للنخبة الوطني، لكن هذه المرة من خارج منطقة الجزاء. ننتظر خطورة أكثر، فرص أكثر، ننتظر هدف سيحرر هذه العناصر اعتمادي ما في المباريات الماضية في ظل إداء مقدم أمام المنتخب الطونغولي بطريقة جميلة. لاحظوا ماذا يفعل اسماعيل السيباري لاعب بي اس في ايندهوفن. اسماعيل السيباري انطلاقة من الجهة اليمنى، فرصة نور الدين قنديل، كاد أن ينير الطريق نور الدين قنديل في اتجاه الشبكة لحارس فلاديمير نازاروف. وواحدة من الكرات التي تضيع للمنتخب الوطني المغربي. تظهر نفس الصورة المقدمة في المباراة الأولى المباراة الثانية عفوا المنتخب الطونغولي يبني الهجمة المنتخب الوطني المغربي، لكن دائما يظهر المشكل على مستوى الامتار لنزيه مجد. ضغط الأوزبكي، إرسال الكرة لفيصل مزياني عبر الواقع الأيمن، بحث عن المراوغة، لم يتمكن من ذلك. ضاعت عادة المنتخب الأوزبكي، فرصة خطيرة وخوسين نورتشويف كاد أن يفعلها، لاعب رقم 19 في صفوف المنتخب الأوزبكي. افتكاك الكرة، ضغط المقدم من جانب ملعوب الكرة لفائدة المنتخب الأوزبكي. وحاول هنا التقدم، تسديدة تسديدة رائعة وتدخل جميل من نزيه مجد، كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء. إذن فرصة سانحة للمنتخب الأوزبكي، بحث عن المباغتة من بعد قلواس البلجيكي، لاعب كذلك قد يكون واحد من مفاجآت المنتخب الوطني لقرب 23 سنة. تسديدة جميلة الفكرة، جميلة التسديدة، لكن فوق مرمى الحارس فلاديمير نازاروف. كاد أن يفعل زكريا الوحدي هنا السلام الوحدي موى أمام اللاعب البديل المنتخب الأوزبكي الذي دخل قبل حدث بيجيموف إلدوربيك. يدخل في الجولة الثانية كموجه لأسامة العسوزي ونسيم الشادي حداري. فرصة خطيرة ونسيم مجد، كان مجد في اللقطة الأخيرة، نسيم مجد كان يسمع على مسمى وتمكن من التصدي لكرة اقتصد مع الخطورة لعناصر المنتخب الأوزبكي. الشوط الثاني رائحة الهدف تفوح كما يقال، وقد يظهر الهدف في لحظة ويظهر الخطير خوسين نورتشويف لاعب الانية بعد ما تمكن من تحقيق التعادل بقلب زامبيا ب0-0 مستفيدا من نتيجة الفوز في الذهاب بهدفين دون مقابل. أذكر من المنتخبات هنا الفرصة خطيرة، جول اسماعيل السيباري في حدود الدقيقة 58. لاعب بي اس في ايندهوفن يمنح التقدم للنخبة الوطنية بعد كرة بينية واللمسة من اسماعيل السيباري امام دار المدرب عصام الشرعي الذي كان يبحث في هذا الجولة الثانية للوصول لشباك الحارس فلاديمير نازاروف.
هنا عملية التمرير على المقاصد ثم استثمارها بشكل موفق من جانب اللاعب اسماعيل سيباري. الحارس فلاديمير نازاروف أراد أن يوقف تقدم الموهبة اسماعيل سيباري، والخطأ المكلف من جانب العميد جيدة من جانب النخبة الوطنية. تقدم من وسط الميدان طويلة عبر الطرف الأيسر جهة تمرير مقاس من جانب لاعب المنتخب صهيب درويش. التقدم والتحضير والانطلاقة وفرصة ثانية جول 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 وي جول جول وي جول. تيكي تاكا ثلاثية مغربية في الشباك الأوزبكية في حدود الدقيقة 63. تحركت الآلة المغربية، تحركت المنظومة الهجومية عبر نقلات قصيرة، عبر تمريرات قصيرة. تيكي تاكا تدرس وختام مسك من جانب اسماعيل سيباري. يظهر من جديد اسماعيل سيباري من دار المدرب عصام الشرعي. سيكون راضي كل الرضا عن هذا الاداء الهجومي المقدم في الجوله الثانيه. الجوله الاولى افتقدنا للمسه الهجوميه، لكن الشوط الثاني دارت التيكي تاكا. زاكر الوحدي، وحدي التحضير والانطلاق من الرجال اليسرى عبر زاكر لبيب، لبيب في اتجاه اسماعيل سيباري، وسيباري يزور شباك الحارس فلاديمير نازاروف. هدف جميل من جانب النخبه الوطنيه، هدف يدرس. والهدف الشخصي الثاني للمميز اسماعيل سيباري لاعب بي اس في اندوفن يقدم تيمور كاباتزي. سيلعب الكل امام المنتخب الوطني المغربي والانطلاق من وسط الميدان. هنا البينيه، هنا الفرصه، هنا الخطوره. ثالث فرصه الثالث. ضاع الثالث. الهجمه السريعه الخاطف هذا المره عبر نسيم شادي. تدر النسمات الهجوميه لنسيم شادي المنتخب الوطني المغربي في الشوط الثاني. يساريه من نسيم شادي، كانت من زاويه ضيقه، حاول تسديد الكره بشكل مؤطر من خلال يساريه، لم يكن موفقا في ذلك، وبذلك تضيع الفرصه في صهيب درويش. ينطلق صهيب عبر مان ضغط متقدم من جانب المنتخب الاوزبكي. افتكاك تمريره خاطئه، حذاري من الاخطاء، حذاري. روسلان جيانوف سدد من بعيد. روسلان جيانوف لاعب رقم 20 سدد من بعيد، كاد ان يفعل سريع اسماعيل سيباري في الجهه اليسرى، مراوغه جميله، اللمسه تظهر من الخطير، من الماكر، من الفنان، من المبدع. هنا الفرصه عبر نسيم الشادي خطيره. اوه جول 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 عبد الله حيمود البديل بهدف ثالث في مرمى المنتخب الاوزبكي بعد اجتهادات مغربيه. جربت الرسالة الوطنيه اللقطه الاولى، دعت الثانيه، ارتدت هنا بعد تدخل الدفاع، ثم سدد عبد الله حيمود. ترتطم بمدافع المنتخب الاوزبكي لتستقر في شباك النخبه الاوزبكيه. عمل كبير كان من جانب لاعب المنتخب الوطني المغربي. البديل في الجوله الثانيه قدم ورقه اعتماد يانيس باغراوي سدد كره، ارتدت، ثم بعد ذلك كسال الممتنع امام لاعب بقيمه عبد الله حيمود. الزيبقي الوداد. التحول السريع ظهر في الشوط الثاني في اكثر من مناسب. الفرصه، التقدم، الخطوره، السرعه. شوف اللمسه، شوف المارس مع السيباري. جول لكن مرفوض. هدف كان سيكون هدف مجنون بلمسه اسماعيل من جانب نسيم الشادي. تظهر نسمه نسيم، نسيم، تقدم نسيم. يلا نسيم، فرصه يا نسيم.